السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد على قناتي وقناتكم بنة ديال زمان مع سهام. كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو اللي ما ان شاء الله غدا نحضر معكم الملوي. طريقتي في الملوي، واحد الملوي اللي كيجي رائع سهل في التحضير، يعني بلا كثرة التعقيدات، وكيجي مورق كيف ما غادي تشوفوا معايا. كيجي مورق من الداخل طبقات بحال شكل ديال الملفاي. كيجي ناشف، يعني ما فيش الزيت بزاف ومقرمش من على برا. خليكم معايا حتى الاخر الفيديو، فرجه ممتعه. وكما العاده الا عجبكم الفيديو ما تنسونيش من لايك وتعليق زوين، ولاول مره زار قناتي وعجباتو ما ينساش يشترك في القناه وفعل الجرس باش يبقى يوصلكم كل جديد فيديوهاتي. ومرحبا بالناس الجداد، وشكرا بزاف الناس اللي كتشجعني، شكرا لكم بزاف. نبداو على بركه الله. عندي هنايا الفورص اللي مغربل، يكون نوعيه جيده. بالنسبه لي انا درت 10 الكيسان بعبار هاد الكاس. هاد الكميه راه غدير ليا تقريبا اكثر من 20 ملويه، يعني ما بين 20 حتى 25 ملويه. فاش كنبغي ندير كميه صغيره راه كنعبر غير 5 الكيسان. الكاس اللي وريتكم كدير ليا 10 ديال الملويات. عندي هنايا الفينو، درت 4 الكيسان ديال الفينو. عندي هنايا الملحه ومعلقه ديال السنيده صغيره وشويه ديال الخميره، غير ما بين صباعي. وعندي هنايا واحد المعالق، غندير معلقه تقريبا ديال العسل. صافي هنايا غادا ندير كلشي، الملحه والسنيده. الملحه اللي غادا تكفيني بالنسبه لي، راه عندي يعني كميه كبيره. صافي معلقه صغيره ديال السنيده، وغادا ندير هذاك العسل. ووجدت الماء دافي باش غادا نعجن. كنعرفوا دابا حنا يعني في كاين البرد الكز، يعني ضروري الماء يكون دافي. صافي هنا غادا نبدا نعجن. وانا كنخوي الماء وانا كنعجن، كنجمع العجينه. بالنسبه لي علاش يعني شاركت معكم الطريقه ديال العجينه بالتفاصيل، لان كل شيء على الطريقه ديال العجينه. يعني الا كانت العجينه ناجحه راه طبيعه الحال الملوي غادي ينجح معنا. الا كانت العجينه مرخوفه بزاف فالملوي ما غاديش ينجح معانا. كنأكد يعني العجينه تكون قاصحه نوعا ما. انا غنوريكم يعني العجينه كيفاش خاصها تكون. هنا من بعد ما جمعت العجينه غادا ندير واحد الرشه خفيفه ديال الماء، وغادا نعاود يعني ندير لها هاد الطريقه. صافي من بعد ما غادا نحس بها يعني مبقاش فيها الماء، غادا ندلكها. بالنسبه لي انا المسمن ضروري كندلكو. كيف ما شفتوا معايا صافي كندلكها مزيان واحد 2 دقائق. الا دلكناها راه كنعرفوا بان الملوي غادي يجي ناجح. بالنسبه في البرد ضروري العجينه تدلك، حيت كيكون الكز الا ما دلكاتش معانا كتعذبنا شويه في الخدمه. صافي هنا من بعد ما دلكات ولات على هذا الشكل، يعني ولات ملساء من الفوق. صافي غادا ندهنها بالزيت، وغادا نديرها في واحد البلاستيكه، وغادا نخليها ترتاح على خاطرها. تقريبا انا غادا نخليها واحد 1.5 ساعة. كنعرفوا بان البرد ويعني كتعذبنا شويه باش كطلق لينا. بالنسبه لي انا يعني عجنتها في الصباح. في العشيه غادا نوجد الملوي ديالي، غنلقاها مطلوقه العجينه على خاطرها. هنا من بعد ما طلقات العجينه على خاطرها كيف ما شفتوا، يعني من فوق الميكا راه كتبان العجينه طاعت. كنكون موجده واحد البلاطو ولا صينيه اللي مدهونه بالزيت. كيف ما شفتوا معايا العجينه طايعه على خاطرها. صافي كنبقى غنبدا نشكل العجينه ديالي على هذا الشكل، على شكل كويرات متوسطين. صافي غنبقى مستمره بهذه الطريقه. غادا نشكل العجينه كامله اللي عندي يكونوا يعني متساويين.
هنايا من بعد ما شكلت العجينه كامله خرجت ليا 25 وحده. غادا نغطيها وغادا نخليها ترتاح تقريبا واحد ربع ساعه. هنا غادا نوجد الزبده. عندي هنايا الزبده حيوانيه وزبده ديال التوريق هي اللي كتعطينا هذاك التوريق زوين المسمن ديالنا. غادا نخوي عليهم الزيت وغادا نديرهم يذوبوا. العافيه تكون متوسطه. ديروا الزبده اللي على حسب الكميه ديال المسمن اللي عندكم. صافي هنا الزبده من بعد ما ذابت خديت هنا واحد السوبيره اللي درت فيها واحد الكميه ديال الفينو اللي غتكفيني ودرت واحد الصفاي باش غيسهل عليا الخدمه. صافي هنا المسمن من بعد ما ارتاح المره الثانيه صافي كناخذ يعني السطح ديال العمل كندهنو مزيان بالزيت. صافي كنبدا نطلق في المسمنه عادي. راه كطلق معنا بسهوله حيت يعني هو مرتاح الوقت الكافي كيطلق معنا بسهوله ما كيعذبنا ما حتى شي حاجه وما كتقطعش معانا. صافي كنورقها مزيان قد ما كان مورق كيجي المسمن زوين. يعني كنورقها كيف ما شفتوا كيولي السطح العمل كيبدا يبان يعني تاكل المسمنه اولا العجينه بحال اللي كتبدا بحال اللي غنشوفوها غدا تقطع على هذا الشكل. صافي كناخذ الزبده كندير واحد 2 المعالق كبار غندهنهم مزيان وغدا نجيب الفينو غدا ندير نرش واحد الكميه مزيان. صافي وكنجمع على هذا الشكل كيف ما الشكل موضح في الفيديو. كنجمع من هاد الجهه ومن هاد الجهه بهاد يعني على هذا الشكل كيف ما شفتوا معايا. كنعاود نقرص ما ربنا يكون شي طرف غليظ. صافي ما كنرش ما كنعاود ندير زبده ما حتى شي حاجه. كنجيب واحد الموس وكنقسم العجينه على هذا الشكل على جوج. صافي وكنبدا نلوي على هذا الشكل كيف ما شفتوا معايا. كنبدا نلوي وكنهز العجينه اللي لويتها كنحطها فوق الطرف الاخر وكنعاود نلوي مره اخرى. صافي كنجمع الجناب. راه هذا المسمن ساهل وكيجي رائع. الناس اللي كلاو المسمن يعني الناس اللي عارف اللي كاين المسمن ديالي راه غيعرفوني علاش كنهضر. كيف ما شفتوا كيجي على هذا الشكل. هنا غدا نعاود معكم واحده اخرى من بعد ما طلقتها ودهنتها بالزبده ورشيتها بالفينو. غنجمع كيف ما شفتوا الاطراف على هذا الشكل. كتبقى عريضه شويه. صافي كنجيب الموس كنقسمها على جوج. صافي وكنبدا نجمع على هذا الشكل كيف ما شفتوا معايا. صافي كنجمع وهذيك الجنب اللي كيبقى كندخلو وكنقلبها في البلاصه. صافي ما كنبقاش نلعب معها. صافي كنبقى نقادها على هذا الشكل وكنحطها. هنا من بعد ما ساليت الكميه كامله غادي نغطيهم بلاستيكه وغادي ندير المقله سخون. صافي مباشره من بعد ما سخنت المقله تكون على عافيه متوسطه كناخذ الملويه كنقرصها. يعني الحجم السمك نتوما اللي كتحكموا فيه. انا كنديرو يعني كيف ما شفتوا رقيق ماشي رقيق بزاف وماشي يعني متوسط حيت مازال يعني المسمن ملوي كيتنفخ معايا في المقله. صافي هنا رميت المسمنه الاولى. هنا المقله سخنات عندي بزاف غادا نقصها على عافيتكم متوسطه وكنبقى نطيب المسمن عادي. وانا يعني كنرش المره الاولى والثانيه. صافي كيف ما شفتوا على هذه الطريقه. بالنسبه لي انا المقله كتهز ليا 3 ديال الملويات. كنبقى يعني نقادهم على هذه الطريقه باش تهز ليا يعني المقله 3. صافي وكنبقى نطيب عادي كما قلت لكم عافيتكم متوسطه. كنبقى غير كنقلب مره كنقلب باش المسمن يتنفخ معايا ويطيب. كيف ما شفتوا معايا الملوي راه كيجي محلول في المقله كيجي واعر هذا الملوي. بعد ما كنحيد شي ملويه كنضربها على هذه الطريقه باش كتحل. كيف ما شفتوا معايا هو كيكون محلول يعني بوحدو غير حنا كنعاونو باش كيجي يعني محلول مزيان كيف ما شفتوا على هذه الطريقه. صافي انا غنستمر بنفس الطريقه حتى غادا نطيب الكميه كامله. وهذا هو الشكل النهائي ديال الملوي ديالنا. فهو كيجي على هذا الشكل. واخا يعني كيبرد كيبقى مقرمش معانا كيبقى مده طويله. الا جربتوه بهذه الطريقه انا متاكده غادي يولي معتمد عندكم.
والان وصلنا لنهايه الفيديو. كنتمنى تكونوا استفدتوا معايا في هذا الفيديو، وما تبخلوش عليا بلي لايك وتعاليق زوينه بحالكم، والى فيديو قادم ان شاء الله.